السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل امتحان متوقع على مادة متعدد التخصصات اللي اكتشف للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني اختبارات آخر العام. ويلا بينا نشوف عندنا هنا السؤال الأول. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير صحيحة. رقم واحد: الرغبات هي الأشياء التي تسعدنا ويمكننا العيش بدونها. طبعا صح. يبقى الرغبات زي مثلا الايباد التابلت دي كلها رغبة، ينفع اللي احنا نستطيع اللي احنا نعيش من غيرها. طيب رقم اتنين: يمكننا صناعة الأقلام والكراسي من الطمي. طبعا غلط، مستحيل. رقم تلاتة: نستخدم القطن في إنتاج الملابس. طبعا صح. رقم أربعة: من الأفضل إعادة تدوير الملابس القديمة بدلا من إلقائها في القمامة. طبعا صح. يبقى من الأفضل إن احنا نعيد تدوير الملابس وبدل ما نرميها في الزبالة. طيب خمسة: التكنولوجيا هي ما يخترعه الإنسان ليساعده على ممارسة المهام حياته بطرق أسرع وأسهل. طبعا إيه؟ طبعا صح. طيب ستة: نستخدم الميكروويف في تسخين الطعام. طبعا صح. يبقى احنا عندنا الميكروويف بنستخدمه عشان نسخن الطعام، وممكن برضو نستخدم الفرن الكهربائي، وممكن برضو نستخدم الفرن بتاع البوتاجاز. طيب سبعة: من الأفضل غلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان لتوفير المياه. طبعا صح. يبقى هو من الأفضل لما نيجي نغسل أسناننا كل يوم الصبح وبالليل قبل ما ننام اللي احنا نقفل الصنبور، نقفل الحنفية واحنا بنغسل الأسنان. عشان ليه؟ عشان نوفر المية. 8: نشتري الخضروات والفواكه من السوق. طبعا ايه؟ طبعا صح. طيب شوف اللي بعد. 9: النحل ينتج لنا السكر والعسل. طبعا غلط. ليه؟ لأن النحل بينتج لنا العسل بس مش السكر. 10: نستخدم ميكنة الخياطة لفصل البذور عن القطن. طبعا غلط. هما مش بيستخدموا مكنة الخياطة عشان يفصلوا البذور عن القطن. طيب 11: غلق الصنبور جيدا بعد كل استخدام يمكننا من ترشيد استهلاك المياه. طبعا صح. طيب 12: يستخدم الميكانيكي السكين لتغيير إطارات السيارات. طبعا غلط. هو ما بيستخدمش السكينة عشان يغير إطار السيارة. طيب 13: يسجل المحاسب حجم المبالغ النقدية على كمبيوتر البنك. طبعا صح. طيب عندنا هنا رقم 14: تستخدم وسائل النقل لنقل الأشخاص فقط. طبعا غلط. يبقى وسائل النقل ما هيش مستخدمة عشان تنقل الأشخاص بس. ليه؟ لأن مثلا بنلاقي في عربيات عليها مثلا إيه مواشي، احنا مش بتنقل أشخاص بس، لا ده بتنقل مواشي وجميع الحيوانات اللي إيه اللي بتركب اللي احنا مثلا نوصلها لمكان لمكان. 15: يستخدم المغناطيس أو يستخدم المغناطيس لجذب الأوراق والأقلام. طبعا غلط. 16: البوصلة هي أداة تستخدم في تحديد الاتجاهات. طبعا صح، ولسه هناخدها إن شاء الله مع بعض. لما إذا ربنا أحيانا هناخدها مع بعض إن شاء الله في الدراسات وإحنا مكملين. 17: يستخدم السائح الخريطة للوصول إلى الأماكن السياحية. طبعا صح. الطعام الصحي يؤدي إلى ضعف الجسم وزيادة الوزن. طبعا غلط. ليه؟ لأن الطعام الصحي بيؤدي لإيه؟ لقوة الجسم وإيه؟ وبتخلي الجسم يكون صحي، لا بتضعفه ولا بتخلي فيه زيادة في الوزن. 19: يجب أن نضع قائمة بالمشتريات التي نريدها قبل الذهاب إلى المتجر. طبعا صح. يبقى احنا لازم قبل ما نروح السوبر ماركت لازم نكتب في ورقة احنا محتاجين 1 2 3 بقى، عشان بس ما نروحش ونجيب كميات كبيرة احنا ما احناش عايزينها وندفع فلوس أكتر. طيب 20: يمكن أن نشتري الأدوية التي نحتاجها من الصيدلية. طبعا صح. 21: كانت تستخدم آلة بسكال قديمة في جمع أو طرح عددين. طبعا صح. يبقى احنا كانوا بيستخدموا آلة بسكال قديما عشان يستخدموها في عملية الجمع والطرح، بس جمع أو طرح ايه عددين. 22: العداد إطار العد استخدمه المصريون منذ أكثر من 4000 سنة. طبعا صح. 23: من السلوكيات الصحيحة عند الذهاب للمتحف لمس القطع الأثرية والكتابة عليها. طبعا غلط،
ليه؟ لأن من السلوكيات الخاطئة اللي عند الذهاب للمتحف لمس القطع الأثرية والكتابة عليها. 24 نصنع الجبن من ألبان البقر، طبعا صح. طيب 25 ناكل ثمار الأشجار ونصنع من سيقانها الأثاث، طبعا صح، احنا أصلا بنستخدم من الشجر الأساس بتاعنا. طيب نشوف السؤال التاني، اختار الإجابة الصحيحة. رقم 1 الغذاء والدواء من الاحتياجات، الرغبات، الخدمات. الغذاء والدواء، الغداء الأكل والدواء، ديت من إيه؟ طبعا من الاحتياجات، احنا ما ينفعش نقعد من غير لا أكل ولا دواء. 2 نشتري اللحوم من المخبز، الصيدلية، الجزار. احنا بنشتري اللحم من عند مين؟ من عند الجزار، يبقى من الجزار. طيب 3 يمكن أن نصنع المخبوزات باستخدام القمح، القطن، الأشجار. احنا لما بنيجي نخبز باستخدام ايه؟ باستخدام طبعا القمح، الدقيق. 4 إعطاء الملابس لشخص أصغر يسمى إعادة تدوير، الشراء، إعادة تصنيع. أنا مثلا هدوم صغرت علي فأنا اديتها مثلا لأختي. طيب لما اجي اديها لاختي دي تسمى ايه؟ تسمى اعاده تدوير، لان اختي هي هترجع تعيد تدويرها تاني، يسمى اعاده تدوير. طيب 5 ما يخترعه الانسان ليساعده على ممارسه مهام حياته بشكل اسرع، يسمى البيع، الشراء، التكنولوجيا. الانسان بيخترعه عشان يساعده على ممارسه مهام حياته بشكل اسرع، دي تسمى ايه؟ دي تسمى التكنولوجيا. طيب يا مس، رقم 6 نستخدم ماكينة نقط لخياطة القماش وتحويله إلى ملابس، جمع القطن، حلق القطن، الخياطة المتطورة. بنستخدم ماكينة إيه عشان نخيط القماش ونحوله لملابس؟ يعني في مكنة بتحول الخيوط لملابس، اللي هي ماكينة إيه؟ الخياطة المتطورة. 7 تساعدنا نقط في تنظيف المنزل، الغسالة، الميكروويف، المكنسة الكهربائية. ايه اللي بتساعدنا اللي احنا ننظف المنزل؟ اللي هي المكنسة الكهربائية. 8 نستخدم نقط لتبريد الهواء، المروحة، الغسالة، التلاجة. احنا لما يكون الجو حر احنا بنفتح ايه عشان الهواء يكون رطب او الهواء يكون ساقع شوية؟ بنستخدم ايه؟ بنستخدم المروحة. طيب يا مس، 9 تنتج لنا الجبن، النحلة، البقرة، الدجاج. اللي بناخد منها اللبن عشان نصنع منها الجبن اللي هي مين؟ اللي هي البقرة، يبقى تنتج البقرة لنا الجبن. 10 يستخدم الجزار نقاط لتقطيع اللحوم، السكين، القمع، الخلاط. الجزار بيستخدم ايه عشان يقطع اللحمة؟ يبقى الجزار بيستخدم السكين عشان يقطع اللحمة. 11 يستخدم الميكانيكي نقط لتغيير زيت السيارة، خلاط، قمعا، سكين. الميكانيكي بيستخدم ايه عشان يغير زيت السيارة؟ بيستخدم القمع. يبقى نخلي بالنا، الجزار بيستخدم السكين عشان يقطع اللحمة، الميكانيكي بيستخدم القمع عشان يغير زيت السيارة. 12 يعمل المحاسب في البنك، المخبز، ورشة السيارة. المحاسب اللي هو قاعد على أجهزة الكمبيوتر ده بيعمل فين؟ طبعا بيعمل في البنك. 13 نستخدم نقط لنقل البضائع كبيرة الحجم، الشاحنة، الدراجة، القارب الصغير. بنستخدم ايه عشان ننقل بضائع كبيرة الحجم زي السيارات؟ بنستخدم ايه؟ بنستخدم الشاحنة. يبقى نستخدم الشاحنة لنقل البضائع كبيرة الحجم. طيب 14 سفينة الشحن وسيلة لنقل البضائع، الأشخاص، الركاب. سفينة الشحن في سفن للشحن دي بيستخدموها لنقل ايه؟ طبعا لنقل البضائع. 15 المغناطيس يجذب نقط إليه، الأوراق، البلاستيك، المعادن. المغناطيس بيجذب إيه إليه؟ بيجذب المعادن إليه. طيب 16 تستخدم نقط لتحديد الاتجاهات على الخريطة، وردة البوصلة، عنوان الخريطة، مقياس الرسم. بنستخدم إيه عشان تحدد لنا الاتجاهات على الخريطة؟ طبعا بنستخدم وردة البوصلة، وهناخدها إن شاء الله في دراسات الصف الرابع الابتدائي مع بعض. طيب 17 الطعام الذي يمد أجسامنا بالطاقة هو الطعام الصحي، الطعام الغير الصحي الحلويات. ايه اللي بتمد أجسامنا بالطاقة؟ طبعا الطعام الصحي، يبقى الطعام الصحي اللي هو الطعام اللي بيمدنا بالطاقة. طيب 18 عند الاستفسار عن شيء داخل المتجر نستخدم كلمة من فضلك، آسف، شكرا. لو أنا عايزة أسأل مثلا عن سعر وليكن كيس شيبسي،
فانا بقول العامل الموجود في السوبر ماركت، فبقول له ايه، فبقول له من فضلك سعر الشيبسي ده بكام. طيب 19، كانت تستخدم آلة نقاط لعمليات الجمع والطرح قديما بسكال الجمع العداد. كانوا بيستخدموا آلة ايه عشان يعرفوا عمليات الجمع والطرح؟ كانوا بيستخدموا قديما البسكال. طيب 20 والأخيرة، نأخذ البيض من البقرة، الدجاجة، النحل. احنا بناخد البيض منين؟ بناخد طبعا البيض من الدجاجة اللي هي الفراخ. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات مع المواد. وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين زي ما احنا متعودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.